السلام عليكم ورحمة الله، متابعي قناة بسيط ومفيد مع عائشة. تحية طيبة. هذا منقوع الحمص، يعني الحمص إلا رطبناه وخدنا الماء ديالو، هذاك هو اللي كيتسمى منقوع الحمص، يعني ماء الحمص المرطب. كناخد واحد الكمية، كنغسلها مزيان من التراب ومن المبيدات، من اي حاجه. كنغسل الغسله الاولى، ممكن تغسلوه بالماء بارد، ممكن تغسلوه بالماء سخون. غندير ليه 2 غسلات حتى ل3. كنغسل مزيان، كنحيد الماء الاول وكندير ماء اخر. هاد الماء راه مفيد جدا. علاش بغينا نقيوه مزيان باش ما تكون فيه حتى شي حاجه؟ لانه غادي تشرب، الاستعمال ديالو غادي يكون ان شاء الله استعمال داخلي ماشي خارجي. كنعرفوا جميع بان الماء ديال الحمص او الحمص بصفه عامه، لا النواة ولا القشره، مفيد جدا للجسم، لانه غني بالمضادات الاكسده اللي هي مهمه للبشره، غني بالفيتامينات، غني بالالياف، فيه ماده مهمه وهي الزنك، فيه الفيتامين سي مفيده للجسم. بعد ما غسلته مزيان مزيان كناخد واحد القنينه وكنضع فيها القياس ديالي اللي باغا نرطبو. كنرطبو في الماء بارد عادي، لان ديجا غسلناه مزيان بالماء سخون، ما بقات فيه حتى شي حاجه. كنكب عليه الماء وكنخليه في المطبخ على جنب. بغيتو ديروه في الثلاجه راه ممكن، حيت غادي نبداو نشربو منه. راه مفيد جدا للجسم، منظف الجهاز البولي، مفيد جدا للقولون العصبي، مفيد على جميع الأصعدة. القنينة ديالنا أو الحمص ديالنا هو هذا، تقدروا تخليوه من 24 ساعة حتى ل 48، وتبداو تشربوا كاس في الصباح وكاس في العشية. ملي تقادى لكم هاد الكمية عاودوا ديروها، راه تقدروا تاخدوها 2 مرات في الأسبوع، ما كاين حتى شي مشكل، بالعكس مفيد جدا للصحة.